انا تاني كلوم المحلل اللي كان معاه ما يزعفش علينا خونا رفيق حليش ما كانش يعني كان لازم يكون في حاد معاه في الكلام تاعو فهمني يدافع على واش صرا لكن في الملعب فهمتني دوري ابطال افريقيا نعم نهضة بركان الجيش الملكي نعم عبالك باللي فوزي القجع يماجيني فريق تاع بلادو ما رحموش فريق الجيش الملكي يا اخي تاع الملك تاعهم ودار له الكواليس باش يخرجوا ويقصيه من نصف النهائي. اهلا ومرحبا بكم الاخوان، كيف الحال؟ عاد من جديد المحلل او الصحفي الجزائري المثير للجدل وليد العاقل اللي ما عندوش العقل بتصريحات مستفزه، وقال بان رفيق حليش خائن لم يدافع على اتحاد العاصمه والجمهور الجزائري الذي تعرض للاعتداء والضرب في المغرب. ايوه اعتداء اي ضرب. شوفوا عاد السيد كيقول وان فوزي القجع دار المستحيل باش يقصي فريق الجيش الملكي ضد نهضة بركان. الجيش بركان ديالنا نتوما مالكم؟ نتوما شحال رشطاتكم فيها؟ فعاد شوفوا ولد العقل اللي ما عندوش العقل ونعود الجزائرية بتأهل اتحاد الجزائر اتحاد العاصمة ممثل الكرة الجزائرية أمام أولمبيك أسفي المغربي عن جدارة واستحقاق رغم الاعتداءات ورغم اقتحام الجمهور لأرضية الميدان ورغم الصعوبات، إلا أن رجال الجزائر عادوا بالتأهل بعرق جبينهم وليس في انتظار الأقل. أكيد كل الأمور كانت مدبرة ومخططة لها من قبل، ولا لدى المخزن ما عندهمش عقلية يعني رد الجميل بالجميل. جو الجزائر يعني استقبلهم استقبال نعطينا لهم هدية يعني كادر فيه جامع الجزائر، لكن هم في الأخير استقبلوا معروفين بالخدع والغدر. البارح في الماتش هذا لو كان هبط فوزي القجع يلعب ما يتكاليفوش أسافي. علاش؟ حنا الجزائريين كما قال لك احنا نحبوا التحديات هادو ونلعبوا في الظروف الصعبه مهما يكن فهمتني. احنا شفنا البارح بلطاجه ما تعرفش حتى الشعارات السياسيه الاغاني السياسيه شوف شعارات تطلق سياسية. حتى الاغاني يعني وكأنها شعارات سياسيه كي طاس المحكمه الرياضيه الدوليه نحتها لهم من التريكو راحوا داروها في اللوحات الاعلانيه فهمني باش تشوف باللي انت هذا نظام المغربي نظام ارهابي. حتى الاغاني اللي كانت في الملعب اغاني سياسيه شفنا حتى الناس تقول المشجعين علاش الناس الشعب المغربي هو راه بحد ذاته مقهور ومطحون راك فاهمني. الشعب المغربي راهم يحوزوا فيه مديورو هم يغتصبوا هم يهجروا فيه في بلادهم يهجروا فيه، وتقول الشعب المغربي وما أدرك هذوك الشعب المغربي هذوك مجموعة من تاع المخابرات المغربية تاع المخزن نزلوا يديروا يشحنوا في الجماهير ضد الجزائريين. بالمقابل وليد هناك قوانين يعني مضبوطة ما تكلم شوف بارك الله فيك ما تكلمليش على القوانين في إفريقيا. قانون الغابة يحكم خويا. انت وين قوانين؟ جاو السينيغاليين ضربوهم في كأس إفريقيا، حنا الجزائريين اعتدوا علينا أيضا في كأس إفريقيا فهمتني. وجاو المصاروة راحوا يلعبوا معاهم الأهلي المصري أيضا ضربوهم تيراو عليهم برشكلو فهمتني. جا راحوا لياسمام ضربوهم. انت تقول لي قانون خويا وين راه انت الاتحاد الافريقي اللي كره القدم لا فيها جزائري تندس فيها الامور الخبيثه السياسيه. شفت البارح رجعوا باللي اتحاد العاصمه هو اقتحم الميدان الور كو نبوزي لك حاجه برك الور كو في قوانين الفيفا والكاف الفريق المستقبل هو من يتحمل مسؤوليه الامن والتنظيم صح. دونك انت هاد الانصار اسكو اللي كان يلعب ودخلوا صح اسكو هاد الانصار جاو علاش انصار شباب بلوزداد ما دخلوش في مصر ضد الزمالك؟ انصار الفرق الجزائريه معروفين بالتشجيع الفريق تاعهم وما مش بلطجيه كما اسمهم. ولكن انا نقول لك باللي قال كلمه شابه. بعض عناصر المخزن من دسها يعني في وسط الجماهير هي اللي تحاول تثير المغرب ويحوسوا دائما يثيرون الجزائر، يحاولوا دائما يسودوا الصوره تاع الشعب الجزائري او المناصر الجزائري او الفرق الجزائريه، لانه الكاف ابراهيم وليد وكانه العقوبات والقوانين تطبقها فقط على الفرق الجزائريه. دون نعطيك مثال ما حدث في مباراة وفاق سطيف ونادي صنداونز وشبيبة القبائل تعرض أيضا إلى ضغط كبير في مباراة ترجي التونسي، تم إشعال النيران وتكسير المدرجات، لكن القوانين تطبق فقط على الأندية الجزائرية.
انصار مولودية الجزائر أنصار مولودية الجزائر. اعتدوا عليهم في جنوب افريقيا. نعم. شفنا الاعتداءات. شوف الاتحاد الافريقي لكرة القدم البارح باسكو البارح ولا اليوم دار ولا بيان، غدوه صح، ولا صح. دار بيان. لا. حنا دوك نعطيك حاجه، نعطيك تفضل. زوج امثله فقط صغار على الجزائر. المنتخب الجزائري للسيدات داروا له قالب، راحوا داروا شرطيطو في الكراسه تاع ديك تاع البداله. الاتحاد الافريقي لكرة القدم بهتانا وظلما راح قذف المنتخب الوطني ودار بيان وقال باللي راهم هما اللي داروا سمو. ليومنا هذا لم يصدر اي بيان اعتذار. نزيد لك حاجه ثانيه، في الماتش تاع نيجيريا ليكيب ناسيونال في الكوب دافريك، بالغالي راه عند الاربيت هضر معاه في النفق المؤدي كذا، لا كاف داروا تم داروا بيان المنتخب الجزائري فوضى وكذا. انت البارح خويا بلطاجه هذيك عباك واش صرا، حرب هذيك هما الماتش يتلعب ويكلو على بالك. حنا مزيان لي سماق، حنا فريق جزائري نقبلوا التحديات وكذا. صح هضروا مع المراقب تاع الكاف لتما وكذا، قالوا لهم خرجوا لنا باسكو ما كاش لا مان كاع ما كاش لتما. نقول لك حاجه، معظمهم غرباء. انا نقول ماشي لك خدايم الشعب المغربي، الشعب المغربي بريء من هاد الصوالح، فهمتني؟ هادو ناس من دسين، هادو تاع مخابرات جرذان تاع المخابرات المغربيه، راك فاهمني، تاع المخزن تاع وسمو، دخلوهم كذا باش حبوا يديروا قضيه، فهمتني؟ هما اكلوا المقلب، راك فاهمني؟ هما حبوا، هما ديجا كانوا موجدين لها. دوك نفهمك علاش. إذا شفت مباشرة بعد اقتحام الجماهير تاع أسافي الملعب شويه بداو يهبطوا بشويه، ومن بعد شنو بداو يديروا لي فيديو جهه الياسما كون زعما لي سيبورتور تاع الياسما هما اللي هبطوا. خطه مدروسه بارك الله فيك، باش زعما يتهموا الجماهير الجزائريه انها راهي تدير في الفوضى وتكسر في الملعب. وان كان كانت ردة فعل الجماهير الجزائريه في محلها. خويا انت يا المروكي يا المخزاني يا المطبع، واش داك شبعت سبته من عند الجماهير الجزائريه؟ واش داك علاش تلحق في روحك؟ انا الحمد لله، انا والله البارح كنت خايف على الفريق تاع اليوسما البعثه تاعنا، على الجماهير وكنت خايف بزاف ثاني يعني على الجماهير تاع اليوسما. شفنا احنا كل ما يجوا هنا المراركه نستقبلوهم احسن استقبال، رغم انهم في كل مره كل ما يجوا الجزائر يبداو يشوهوا في سمعه الجزائر ويديروا في شائعات ويديروا كذا. الغريب وليد ايضا تصريح لاعب اولمبيك اسفي، تصريح بكل صراحه، تصريح يعني مستفز عنصري، تصريح يدعو الى العنف. تصور واش قال ابراهيم ووليد؟ قال لك اسمه المطيع، اسمه يونس المطيع، قال بليك لابد اطلب من السلطات هو سلي الدين مستقبلا اطلب من السلطات المغربيه توقيف سياسه يعني التسلام واستقبال بالتمر والحليب وتوفير الامن. قال لك يعني كيما هما دارونا في الجزائر وكانهم ما فهموش درنا لهم، لم نفعل لهم اي شيء. لك شو كيفاش يوسخوا ويشوهوا الحقائق. نكمل لك هذه فقط تفهم التصريح. قالوا من الان فصاعدا يعني لازم نبدلوا العقليه. وشنو هي العقليه حابب تبدلها؟ يعني تستقبلونا بالخناجر، ولا لازم كي نجيو يلعبوا عندكم نموتوا في ارضيه الميدان، ولا تربحونا؟ فهمونا. شوف يا سي المطيع يا بواس اليدين، والله غير تشبع مطرق مع الجزائر، غير ريح عقل. شوف كمشة البارح تاع الياسما ما قدرتوش كيفاش تتقاوموا معاهم. ما تقدرش نتايا تتحدى بلاد كيما الجزائر اللي راهي قوة في المنطقة هذه. هذا كلام وسمو. انت كي قلت لي المطيع هذا، شوف الفرق ما بين التربية تاع الجزائريين والتربية تاع النظام هذا المغربي الإرهابي هذا. وكان تشوف خالدي نتايا كي خلاص الماتش، تشوف التصريح تاعو ديجا بدا يعني صلى على النبي قبل وكذا، قال وتكلم وبعد كملها قال لهم باللي احنا هارد لك الاسافي ونتمنوا غير الخير للشعب المغربي وحنا رانا خاوه وكذا. شوف هنا الفرق ما بين اللاعب تاع اليوسما واللاعب تاع المروك، هذا كاع من الشحن تاع النظام المخزيني. نزيد لك انت كي تكلمت على هذا اللاعب، كاين واحد اخر انا والله غير راسي حبسه لي، واحد المحلل المغربي
في قناه تاع بين سبور واسمه نذكر اسمه نكيره، نذكر اسمه ولا تسمع اسمه عزيز بنيج ولا والله ما يقول انه الامور اللي صارت عاديه وتدخل في اطار الشغف الكروي. قال لك انه نزول يبررون الناس كل شيء. كذا، قال لك حبوا يتصوروا مع اللاعبين فقط وعادي، وحتى ركله الجزاء قال لك ما كاش ركله جزاء، والامور كانت مليحه والحال صافي والعصافير تزقزق. عباك والله غير راسك عباك. انا تاني كلوم المحلل اللي كان معاه، ما يزعفش علينا خونا رفيق حليش، ما كانش يعني كان لازم يكون في حاد معاه في الكلام تاعو، فهمني، يدافع على واش صرا في لكن في الملعب. أعطيك فهمتني؟ قال لك أعطيك ما يخليش هذاك المغربي قال في يبرر. نهايه البرنامج قال الصور اللي كنت سمعته. نشوفهم ماشي هما، قال لك يعني سمعتهم بعدا يعني انتبه لبعض الامور، لانه قالوا راسلوني وكذا وبعثوا لي بعض الحقائق اللي صارت هنا. تشوف المروكي شغل عندهم جنون العظمه، فهمتني، يعني ما يطيحش من العود مع زوا لو طارت تما واش صرا. لو كان واش صرا هنا كانت ستتوقف وتحتسب لفريق اتحاد الجزائر. يعني شوف دوك لو خلينا كان صارت هنا في الجزائر لا لا قدر لا الله. شوف انا ابراهيم لازم نقولوا الحق. لا معليش، هي باسكو شوف وشنو عدم توفر الامن يا ابراهيم في القانون الامور واضح. معليش، في الامور كيما هذه حكم الساحه هو ومحافظ اللقاء هما المسؤولين الاولين اللي يتخذوا القرار. يعني شفت انت ما كانش عندهم شجاعه. لا ماشي ما كانش عندهم شجاعه، لا مش ما نظلموش الناس، باسكو شوف حكم المباراه ادار المباراه بامتياز. اليوم حكم المباراه شاف باللي قرر ادخال الفريقين الى غرف تغيير الملابس ودار لو كونستا تاعو، شاف باللي المباراه تقدر تلعب والمباراه تلعبت ومن بعدها في ظروف عاديه، بون دخل قراعه وهذيك ما يهمنيش. وليد ما تنوش بليك انه الحكم اللقاء يعني ادار المباراه حتى لا يعاد له نفس سيناريو نهائي كاس افريقيا. لا شوف الحكم كان مليح، حكم الرواندي دار المباراة في المستوى ياك، وكان اسمح لي يا اخي هضرنا. قلت لي ما كانش شجاع. خلي ما دوك نفضلك ابراهيم، خليه هو يهدر يا ابراهيم، خليه هو يهدر يا اخي، هو اللي عاود اللقطة تاع ابراهيم. تفضل وليد. صح، شوف كان شجاع ولا ما كان شجاع؟ كان شجاع. شوف كانوا عليه ضغوطات حتى هو ما سلكش. شحال وقف المباراة في الشوط الثاني؟ شحال من مرة؟ 3 مرات هو يوقف في المباراة بسبب رشق الحكم تاع التماس، وكانت هتافات عنصرية ضد هذا، وراح تكون غرامات. هذه راه كان يروح توجور، يروح عند محافظ المباراة ويروح عند المراقب يهضر معهم يقول لهم واش كاين، وكان الله يزر اذا شفت. كانت امور غير رياضية البارح ومهيئ لها. انت الماتش بدا بالاثنين وخلص ب3 بيناتنا، والحاكم يعني من كثرة التوقفات زاد 19 دقيقة. وش الحاكم فريمون البارح دقيقة وزاد تقريبا شوط اخر. لا شوف والله غير تحلى بالشجاعة البارح. نقول لك حاجة هما ديجا الحالة مدبرة، وما أدراك أنهم شوف هما والفوا يفوزوا بالبيانات والفورفي. البارح واش داروا؟ يهبطوا هادو الناس تاوحهم، يجتاحوا أرضية الميدان لخلق الفوضى، ومن ثم انسحاب اتحاد الجزائر من المباراة، ومن بعد يطيح بيان في الكاف يقول لك فوز أولمبيك أسافي 3-0 على البساط بسبب انسحاب اتحاد. ايميل ولا اس ام اس؟ ايميل بالاس وكما تحب. بالنسبة للسنغالي عيساسي اللي كان في غرفة الفار، لا كانت هناك حالة تحكيمية تصل مباشرة بالحكم لا بصح لازم شوف إذا لازم نقولوا باللي التحكيم لا ما جاتك حصتك على التحكيم. تفضل. التحكيم قلت لك أنا. شوف عيساسي اللي خفناه كنا نقولوا باللي عنده سابقة مع المنتخب الوطني. قلت لي انت هنا في العدد السابق عنده سوابق. عنده سابقة وسوابق مع الأندية الجزائرية، فاهمني. الحمد لله البارح كان شفنا كان في المستوى على مستوى تقنية الفار، دار خدمته، عاود اللقطة هذيك اللقطة ما يقدرش يتهرب منها بصح نازل. بصح كان قاعد يتهرب منها. ما بدا شوف داروا في مباراة نيجيريا. لا وليد لا وليد كانوا يحوسوا على ركلة الجزاء. مباراة الجزائر نيجيريا ضربة جزاء العالم كامل شافها. فهمك حاجة، اسمح لي براهن. اسمح لي معليش. وصل البارح في نصف نهائي
ثاني منافسه افريقيه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. نعم. نهضه بركان الجيش الملكي. نعم. عبالك باللي فوزي القجع ايماجيني فريق تاع بلادو ما رحموش، فريق الجيش الملكي يا اخي تاع الملك تاعهم، ودار له الكواليس باش يخرجوا ويقصيه من نصف النهائي. ايماجيني نتايا انصار تاع الجيش الملكي ودا ما خلاوهمش يدخلوا للملعب، هو غير مرغوب فيه اصلا في المغرب. ما وشفنا في لقاء الذهاب تاع دوري ابطال افريقيا داروا له لافتة كبيرة وقالوا له على هذاك اسمه الكاتب العام تاع الاتحاد المغربي اسكو نتايا ولا قجع ما تقاسمتوش الفلوس. صح. فهمني يعني هم يتهموا فيه بالفساد والسرقة. شوف انت حتى انه الجيش الملكي وكولس لهم باش ما يجوزوش، يعني ابناء جلدتهم ما رحمهمش. شكرا لك. ايماجيني انت يا يرحم نبقى في وسائل الاعلام واش هو يدور في وسائل الاعلام العالميه. كانت الدور السربيته المنشفه تاع السنغال مع المشهوره يعني في النهائي كاس افريقيا مع المغرب. دوكا يدور السبته، دوكا كيدير وسائل الاعلام العالميه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي تشوف السبته يا رومبلاسات السربيته. فالأكيد نحن كمغاربة كنا نريد تأهل فريق أولمبيك أسفي، لكن للأسف فريق ما عندوش تجربة، ما عندوش خبرة. شفنا أن الفريق البارح كان وسط الميدان خاوي، لاعبين ما قادوش أنهم يصيروا الإيقاع للأمن أن الفريق الجزائري عنده تجربة أكبر بكثير من الفريق المسوي، لكن ربما في قادم السنوات نقدروا نشوفوا فريق المسوي يكتسب بعض الخبرة والتجربة. فحظ سعيد للفريق المغربي في قادم المنافسات وفي أمان الله.